ازاي تعملي طبق فتة الكل يحلف بطعمه المميز والنكهة الجميلة اللي موجودة فيه، وكمان هيسألك على طريقته. ومش بس كده، مش هيتبقى منه ولا لقمة صغيرة. الفتة دي بجد أخدت عليها دعوات كتير من كل اللي جربها. هي شوية تكات وشوية إضافات بسيطة هنعملها في كل مرحلة وهقول لكم عليها. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة، وندعي لأمواتنا وأموات المسلمين بالرحمة. اللهم ارحم أمي وأموات المسلمين يا رب العالمين. ونبدأ بسم الله. اول حاجه علشان تاخدي طعم شوربه حلو وكمان يكون مميز، لازم تكون قطعيه اللحمه بتاعتك كده ملبسه. ممكن بقى موزه، تربيانكو، اي قطعيه بتحبيها. هتشطفي بقى اللحمه بتاعتك كويس قوي وتنقعيها كده في شويه ميه وشويه خل صغيرين، يعني معلقه صغيره، طبعا عشان تتخلصي من اي زفاره موجوده فيها. وكمان لو فيها دم او اي حاجه مش نظيفه هنتخلص منها. في حلة على النار هتحطي حتة سمنة بلدي، ويفضل طبعا تكون السمنة بلدي علشان تاخد طعم مميز للشوربة. ما ينفعش ابدا في الشوربة تحطي زبدة، مش هتاخدي طعم حلو خالص للشوربة بتاعتك. هتنزلي بقى باللحمة بتاعتك على نار عالية جدا، زي ما بقول كده لازم تكون النار عالية علشان تاخدي صدمة وتسمعي صوت الطشة الجميلة دي. ويا ريت يا ريت لو تكون الحلة بتاعتك كده واسعة وحجمها كبير زي كده. ده هيخلي اللحمة بتاعتك وهي بتتشوح هتاخد كده راحتها، وما تنزلش الريم اللي بيبقى موجود على وشها، يعني اللي بنلاقيه على وش الشوربة. في الوقت ده بقى سيبيها حوالي كده دقيقتين لحد ما تاخد لون من تحت بالشكل ده. اول ما تاخد لون معاكي ابداي بقى قلبيها على الوش التاني. ده هيخلي لون اللحمة بتاعتك حلوة جدا وبتديكي لون محمر كده بسيط لحد اخر الوصفة، عشان احنا مش هنحمرها في الاخر. كده تمام. هنرش بقى على وشها رشة فلفل اسود كده بتنكه اللحمة قوي في الوقت ده، وكمان بتخلي طعم الشوربة جميل ومميز قوي. ضفت هنا كمان حوالي 3 او 4 بصلات كده حجمهم صغير. لو البصل عندك كبير اقسمي البصل على نصين، وكمان فصين حبهان، وكام ورقة كده من ورق اللورة، بس المقطع ده تقريبا اتحذف. نزلت بقى على طول كده بمية سخنة كنت محضراها، لازم تكون المية سخنة. طبعا بتنزلي بالميه بعد ما بتشوحيهم مع بعض كده لحد ما ياخدوا من طعم بعض، بتكوني بقى في الوقت ده محضره الميه بتاعتك على طول. بس ما تكتريش ميه قوي علشان تاخدي طعم شوربه مميز كده وزي العسل. وبس كده غطي عليها، وبعد شويه كده تابعيها، لو لقيتي بقى على الوش ريم هتشيليه. بس عشان اديناها صدمه حلوه مفيش ريم على وشها زي ما انتم شايفين، ولا طلعت ريم ولا اي شوائب. الشوربه بيضه وجميله وصافيه جدا. حطي بقى الملح بتاعك وغطي عليها برضو وسيبيها كده براحتها خالص على نار هادية. الشوربة المظبوطة يا جماعة علشان تاخدوا طعمها حلو قوي وتكون يعني مميزة وطعمها بجد نكهتها حلوة قوي، لازم تكون على نار هادية وتسيبيها تستوي براحتها خالص. هاتي بقى بعد كده كمية الرز بتاعتك، طبعا الرز المصري ما ينفعش في وصفة الفتة خالص رز بسمتي، لازم رز مصري. اغسليه بقى كويس وصفيه من المية بالشكل ده. في حلة بقى على النار حطي فيها معلقة زبدة أو سمنة وشوية زيت، طبعا لازم زيت علشان الرز يكون مفلفل معاكي، كل حبة بحبتها كده تكون مفلفلة وجميلة. بصي بقى هنا أنا حطيت فصين توم، وما تستغربيش أبدا بجد هيخلوا طعم الرز مميز قوي. وكمان علشان خاطر الأكلة بتاعتنا كلها النهاردة معتمدة على التوم. هندي بقى الرز صدمة كده في الزيت والثوم وحتة السمنة لحد ما يتشوح كده، وكل حباية الرز تتغلف من الزيت ومن الحاجات الجميلة اللي فيه دي. ده هيخلي الرز بتاعك مفلفل، واستحالة استحالة يعجن منك. صدقيني هتلاحظي الطعم بنفسك في الرز ان شاء الله هيعجبك قوي. هنشوحه تشويحة كده وبرضو محضرين مية سخنة، احنا دايما ماشيين على قاعدة معينة، طالما بدأنا الأكل سخن يبقى نكمله سخن. بس الأول هحط رشة فلفل أسود كده. يعني بتخلي الرز بجد هو بيتغلف بالزيت بياخد كده من طعم الفلفل، وبجد بيدي طعم حلو قوي. ومتقلقوش أبدا لون الفلفل مش هيبان خالص في الرز. شوحيه بقى كده تشويحة كده على السريع بسيطة، وانزلي بقى بالمية السخنة بتاعتك في الوقت ده. بس قبل المية السخنة برضو هنضيف إضافة بسيطة خالص هتفرق جدا في الرز. بصوا أنا بحط معلقة خل، وبرضو ما تستغربوش، والله أنا دايما بعملها بالطريقة دي، وبتخلي طعم الفتة مع الرز مع العيش، يعني الطعم كله كده يعني اخد من بعضه بيبقى حلو قوي. كبشتين بقى شوربة كده بالشكل ده عشان الأكلة كلها كده تبقى واخدة من طعم بعضها. وانزلي بقى بالمية السخنة بتاعتك على طول. ما تكتريش بقى مية علشان الرز ما يطلعش معجن معاكي، اعملي حساب الشوربة اللي انت حطيتيها. معلقتين الخل بقى هيخلوا لون الرز فاتح معاكي وزي القطن. حطي بقى الملح بتاعك وقلبيهم كده، وسيبي الرز بقى كده ياخد ويدي مع بعضه لحد ما يستوي معانا، وطبعا هتتابعيه كل شوية. اول ما يشرب كمية المية دي هنهدي عليه النار ونسيبه بقى لحد ما يستوي كده ويرد في بعضه.
عملنا الرز والشوربة، نروح بقى للصلصة أو الدقة. في حلة تانية كده على النار حطيت معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة كبيرة من الزبدة أو معلقتين، وانزلي عليهم على طول بمعلقة كبيرة كده مليانة من التوم المفروم. قلبيهم بقى لحد التوم كده ريحته ما تطلع، وخلي بالك ايدك بقى بسرعة كده في التقليب، علشان مش عايزين التوم يحمر خالص، يا دوب بس ريحته تطلع. هنحط على طول الخل بتاعنا بالشكل ده. انا حطيت هنا نص كده كوباية صغيرة من الخل. اول بقى ما يغلو معاكي رشة بسيطة كده من الفلفل الاسود في الوقت ده على طول، بجد بتخلي طعم الدقة في حتة تانية خالص. بعد كده بقى بتكوني محضرة كده كوباية كبيرة من عصير الطماطم، وتكوني مصفياها كويس قوي. مش عارفة ليه يعني لون الكاميرا هنا كان فاتح قوي، بجد التصوير كان مدوخني قوي عند البوتاجاز، سامحوني بقى على الالوان الغريبة اللي كل شوية بتظهر دي. حطي بقى بعد كده الملح بتاعك، وقلبيهم بقى مع بعض كده، وانزلي بالملح على طول، وسنة بسيطة كده من التوم المفروم. والله بجد هتدعولي على الطريقة دي. أول ما تغلي بقى حطي معلقة كبيرة كده من الصلصة بالشكل ده، وكمان معلقة كده صغيرة من السكر، طبعا عشان الحموضة وبتخلي طعم الدقة بتاعتك مسكر وجميل. وبس كده غطي عليها بقى وسيبيها لحد ما تتسبك، هتبقى معاكي بالشكل ده، تقيلة كده، ويعني طشة الإدامة بتاعتها لفوق. انزلي عليها بقى كده بكبشة من الشوربة، علشان كده كل الطعم يكون واخد من بعضه. بس غلوتين بقى كمان لحد ما تتقل، وبس كده تكون جاهزة معانا. نروح بقى للعيش البلدي بتاعنا، هنجيب بقى الكمية اللي احنا محتاجينها وقطعيه قطع صغيرة بالمقص بالشكل ده زي ما انا مقطعاه. حاولي كده تخلي حجمه صغير علشان يكون على قد معلقة الرز. حمريه بقى في حتة سمنة او شوية زيت صغيرين، المهم ما تكتريش طبعا عشان الاكلة كلها يعني ما شاء الله دسمة جدا. هتفضلي بقى تحمري فيه لحد ما يبقى معاكي مقرمش كده ولونه ذهبي وجميل. بصي بالشكل ده. في الوقت ده بقى حطي معلقة سمنة بلدي بالشكل ده، وكبشة بقى من الشوربة، وشمي بجد أحلى ريحة هتجيب آخر الشارع. أقسم بالله الوصفة دي تحفة تحفة جدا، لو جربتوها بنفس الحركات والخطوات اللي عملناها مع بعض صدقوني هتدعولي على الطعم والطريقة دي. وادي الرز بتاعنا خلاص استوى، وشايفين لونه عامل ازاي. عايزه اقول لكم بجد معلقه الخل وفصين الثوم عاملين ريحه كده بجد وطعم في منتهى اللذاذه والجمال، عاملين شغل عالي. وكمان الشوربه واللحمه كده بقت زبده، وكل حاجه بقت جاهزه على التقديم. شايفين الشوربه وجمالها ولونها عامله ازاي. قدمي بقى الفته بالطريقه اللي تحبيها. انا حطيت العيش المحمر كده تحت، وحطيت كده الرز على الوش بالشكل ده. شايفين الرز بقى مفلفل وجميل ازاي ومش معجن مني ولا حاجة. رصيت بقى اللحمة كده، يعني حطيت بشكل عشوائي، طبعا التقديم ده يرجعلك انتي. هنزل بقى كده بشوية من الدقة على وش الرز بالشكل ده. عايزة بقى تقللي تكتري يعني على حسب برضو ما بتاكلي او على حسب ذوقك. هنزل بقى كده برضو بشوية من الشوربة على الوش بالشكل ده. بس انا مش هكتر شوربة علشان احنا مش بنحبها طرية قوي، بنحب العيش كده يكون مقرمش وجميل. قدمتها كده مع بتنجان مخلل، عملته بهريسة الشطة اللي عملناها مع بعض قبل كده، تحفة جدا. وادي شوية الشوربة اللي زي العسل واللحمة اللي دايبة دوب. علشان لو حبيتي تعملي شوربة من غير فتة جربوا بجد الطريقة دي، بنفس كده الحركات والتكات اللي عملناها مع بعض والاضافات، صدقوني هتعجبكم قوي. شايفين الشوربة عاملة ازاي. بصوا بجد طعمها وريحتها حاجة تانية خالص، مميزة جدا. هتختلف خالص عن أي شوربة بجد عملتوها قبل كده. حطوا لايك للفتة بقى الجامدة دي، واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش عشان توصلكم كل وصفاتي. أشوفكم على خير.